صباح الخير البنات ولا مساء الخير حساب الوقت اللي يوصلكم ان شاء الله الفيديو. حبيت نقول لكم توحشتكم بزاف بزاف بزاف، عن بالي طولت عليكم وهذه فتره بزاف يعني ما حطيتش فيديوهات، لكن الظروف كاين الناس عن بالهم وكاين الناس ما عن بالهمش، لكن اظن كل الناس اللي عندي هما يعني من اهلي ومن اصحابي. السبب الاول بنات كانت الوفاه تاع عمي، ربي يرحمه ان شاء الله ويجعله من اهل الجنه. حبيت منكم تطلبوا له يعني بالرحمه وتدعيوا له ربي يرحمه ويجعله من اهل الجنه يا رب، ويصبرنا ان شاء الله على فراقه. السبب الثاني البنات كي جا العيد يعني كنت حابه نصور شويه في العيد ونشارك معكم العيد، لكن للاسف والله ولدي تعب، يعني تعبت الصح هذاك النهار سورتو اول يوم من العيد. هو بدات له من يوم عرفه يعني قبل بالنهار، لكن النهار تاع العيد هو اللي يعني مرض بزاف ودخل للسبيطار فيه. ولكن الحمد لله، الواحد يقول الحمد لله على كل حال. اهم حاجه انه يعني يرجع لاباس وبخير والدنيا تستمر، وان شاء الله ديما نبقى معاكم ونحط الفيديوهات. شجعوني البنات لاني محتاجه شويه تشجيع باش نبقى ديما مستمره، لانه حسيت روحي باللي بديت شويه كان يعني بديت مش نقول نديغوتي، مي حسيت انه كانش تفاعل وما كانش تشجيع، يعني ما تقدريش تقدمي لقدام. انا هذيك نحتاج شويه مساعده وشويه كما يقولوا شويه تشجيع، وبارطاجيو لي فيديو تاعي باش يكبر الفيديو وتكبر القناه ونبقى ديما متواجده. هل اليوم البنات حبيت نشارك معكم روتين بسيط جدا جدا، هو روتين تاع اي وحده في دارها. كنت نشجعكم معايا وتتشجعوا هكا وتنوضوا تنوضوا تخدموا وتسيقوا وتديروا غداكم، لانه ساعات والله الواحد يجيو ايامات سبحان الله يعني يصيب غير يدير الحاجه السهله ما يخدمش، يعني تجي حاله من الكسل. هنا اليوم نتحداو شويه الكسل ونوضوا. درت انا شاركت معكم الغداء تاعي، كنت درت القناويه. البنات هنا القناويه درتها نص جزائري ونص مصري، يعني نص بالطريقه الجزائريه ونص بالطريقه المصريه، لانه في مصر البنات كيف يطيبوا اللحم هما يغليوا الماء ومن بعد كيحطوا هذاك اللحم ويحطوا فوقه حبهان وهذاك الرند فلفل حلو هذيك. عكسنا حنا نقليو البرمه، انا هنا قليت يعني انا نقلي، وحتى هنا ندير البنات نطيب زيت زيتون، لانه انا اصلا مدايره ريجيم. ان شاء الله نشارك معكم البنات التجربه تاني تاع الريجيم تاعي ان شاء الله في فيديوهات جايه، شجعوني برك فهنا قليتها بزيت زيتون وحطيت البصل كيما نقليو اي برمه وخليتها طيب. هنا كنت حطيتها ومرقتها، كنت مشغلت الكاتل هذاك باش سخنت الماء، امرقتها وغطيتها وجيت هنا نغسل الماعن. ما كانوش عندي بزاف وما برك شويه ماعن تاع الفطور، وهذيك اللي دربت بهم البصل غسلتهم هنايا كما راكم تشوفوا. الخدمه تاع كل يوم اللي ما تخلصش اللي هي ديما نخدموها وديما نعاودوها. نوضي فطري ديري الغدا، غسلي الماء نتاع الفطور، من بعد تغسلي الماء نتاع الغدا، من بعد كيش ما ديري حاجه القهوه ولا كيش ما تديري عشاء خفيف ولا توجدي حاجه غدوه، يعني كل نهار نفس النهار يتعاود. لكن احنا نحاولوا ديما تكون عندنا طاقه ايجابيه باش نجددوا كمان يومنا ونحسوا انه روتين يعني مختلف، مش مثلا هذاك هو الروتين اللي نديروه كل يوم. لا لا البنات انا تاني شويه مريضه، يعني دوك مازال عندي لاكيب، يعني قادره صوتي يكون شويه يعني الجو هنا البنات سخانه، يعني ماش نقول لكم سخانه تقتل، يعني سخانه توصل ل 45 46 قادره حتى اكثر. وفي الدار الكليماتيزور، المشكله كيف راكي في الدار في الكليماتيزور ما تخرجي سخانه، يضربك في وجهك هذاك الصهد طول تمرضي. من بعد تخرجي تمشي شويه تدخلي للطوموبيل، طوموبيل كليماتيزي، زيدي تضربي الطول هذاك الهواء يضربك في وجهك، يعني ما ترتاحيش خلاص ديما مريضه. وحنا انا من نهار جيت وانا هيك، يعني هذه ولفت بها. حتى في الامارات كنت نفس الشيء، لانه كانت سخانه والميديتي ونستعملوا ديما الكليماتيزور في كل بلاصه. البلاصه اللي تمشي فيها تلقاي الكليماتيزور، تمشي 2 دقائق 3 دقائق تلقاي روحك وليتي تقطري. هذاك من بعد كنتي هذاك تقطري في العرق، انتي تدخلي البلاصه فيها كليماتير، سواء الدار سواء المول سواء الطوموبيل، يضربك في وجهك تلقاي روحك ديما ديما مقريبيه ديما مريضه. انا كنت خلصتهم. هنا هذا الترموس البنات كنت حاطه فيه
التاي درتو كنا خرجنا للحديقه، قعدنا شويه باش حمودي يلعب، كنت حاطه ديت معايا التاي باش يبقى لي سخون. كي جيت في الليل ما غسلتوش صراحه، الطول حطيته برك هنايا وقلت غدوه الصباح نغسلو. غسلته مع الصباح مع شو اسمه مع الماعن تاع الفطور. البنات يا دراك فعيدتو كفا عدى العيد، ان شاء الله يكون عدى عليكم العيد بالخير وبالصحه وبالهنا، وان شاء الله ربي يتقبل منا الايام اللي كانت قبل العيد، كانت من احسن الايام تاع ذي الحجه يعني كانت صراحه من احسن الايام. ان شاء الله تكونوا اغتنمتوها بالصيام والصلاه والدعاء، وربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله يا رب. هاد الصرفيطه الحمراء البنات جبتها معايا من الجزائر، نهار هبط لقيت عند ماما واحده عجبتني بزاف، قلت لها ندي معاياش، والله جابتها لي شريتها لي كي جيت هابط. هنا البنات كنت بعد ما درت قلت نبدا نسيق. ديما نبدا نسيق الكوزينه، لانه عمركم الكوزينه هي اللي تكون مش نظيفه، من هيك تلقاي الدنيا نظيفه بصح الكوزينه تتوسخ. هذوك البنات كيما شفتوا البيادن هذوك من هيك الماء، لانه هنا ما نشربوش الماء من العين. هنا في السعوديه ما نشربوش الماء من العين، نفسه اللي اظن البنات الخليج كامل ما يشربوش الماء من العين، لانه حتى في الامارات كنا نشريو الماء. هنا نشريو البيادن هذو الكبار باش نشربوا منهم، باش ننصبوا منهم. انا ننصب بهم الماء، نشري القراع الاخرين تاع الصعيده الصغار. هنا البنات الفروطوار تكسر لي والله، غير جيت نسيق بيه تكسر لي. حطيت النشافه حاشاكم في المصلحه وعقبت. لازم لا النشافه، هذا النشاشف تاني جبتهم معايا من الجزائر كيما جيت. شوفوا، وعذبتني هنا المصلحه، لانه ما تصلحت ليش، قلت غير نغطيها باش نمسح. الدنيا كي تسيقي البنات تولي تهبل، تحسيها نظيفه، تحسي بريحه النظافه كي تشوفيها اصلا كما يقولوا المصاروه قلبك ينشرح هكا، تحسي هنا البنات قلقتني، بغيت ندير من بعد نحيت هذاك المصلحه وكملت بيدي كما شفتوا. هنا البنات كنت خلصتها، مسحت تاني الكولوار هذا مع الحشاكم الدوش والطواليت، ورجعت باش نكمل الغدا تاعي. هنا هذه القناويه البنات انا شريتها واجده مليحه بزاف، هذه امريكانه. انا هنا نشري سنبله ولا امريكانه، يعني الامريكانه نظن راهي ماركه مصريه، السنبله نظن بالك تاع دول الخليج، السعوديه ولا الامارات، لانه في الامارات يعني كنت نستعمل غير السنبله. هنا البنات بعد ما القناويه تاعي درتها، قلت انا نجي ندير الروز. هنا البنات تقولوا لي درتي في الطاوه هذه صغيره، لان درت هذه الطاوه صغيره لاني انا ما ناكلش الروز، ندير غير راجلي وولدي. هنا البنات درت حندير الروز حبه وحبه كما قلت لكم. درت القناويه هذه نص نص، نص جزائري ونص مصري. حطيت شويه زبده. شوفوا البنات جربوا الروز تاعكم بالزبده، يجي واحد البنه تهبل. انا هنا درت هذه زبده تاع المراعي هي اللي نخدم بها ديما. درتها حمرت شويه روز، قسمته على النص، نص حمرته ونص خليته، ونحط شويه تاني زيت البنات مع الزبده، نسيت نقول شويه زيت معاهم. ومن بعد كنحمر هذاك الروز ونحط الملح ونبقى نقلبهم شويه مع بعضهم. بعد ما يتحمر هذاك الروز نحط الروز الاخر ونقلبهم شويه، وبعد كنحط الماء ما تكتريش عينك ميزانك، انا ما نعرفش نعاير بعيني ميزاني. المهم يجي مفلفل هكا ويجي مليح. هنا البنات كنت خلصت الغدا تاعي، هذه هي القناويه جات بنينه تهبل. هنا هذا الروز، هنا شويه زيتون ومخلل، لانه المصاروه يحبوا ياكلوا المخلل مع الماكله، ولا يحبوا ياكلوا تاني الفلفل مقلي وعليه شويه ملح وش اسمه وخل. يحبوا الحاجه الحادقه، يعني كما يقولوا هما الحاجه الحادقه باش يبلعوا الماكله. كيما شفتوا هنا البنات، هنا كنت خلصت الغدا تاعي. قلت هنا بعد ما خلصت الغدا وغسلت لماعن ورتحت شويه، قلت ندير شويه سلطه خوي مليحه هكا، سورتو في هذه السخانه تبرد لك حتى على خاطرك. ديما نديرها يعني هكا ونحط في الفريجيدير
تكون باردة، يعني هيك على السهرة في الليل ولا ساعات حتى بعد الغدا طول ناكلها. هنا كانت عندي شوية فاكهة، هنا هذه قد المانجا، قد نوريكم في المانجا البنات. أنا مع إني البنات ممنوع عليا ناكل هذه الفاكهة كيما العنب، الموز، المانجا ما ناكلهمش لاني مدايره الريجيم كما قلت لكم. ممنوعين عليا هادو الفاكهه اللي غنيه بزاف بالسكر، سورتو راني في الاول تاع الريجيم، مش في الاول دوكا راني شهر، نظن دخلت شهر. هنا بعد ما قطعت الفاكهه تاعي كامل البنات، كان عندي شويه كيوي، شويه تفاح، كما شفتوا تشكيله تاع فواكه، وعصرت عليه القارص. هنا بعد ما عصرته وخلصت قلت نصوركم تشوفوا، وحطيت ما نزيدش عليها خلاص الماء. انا البنات هذه الطريقه تاع ماما ديرها بنينه تبل، يعني ما كانش اللي ما يذوقش سلطه خويا تاع ماما يقول لها مليحه. ما نحطش خلاص الماء، هي ما شاء الله هي تجيب بعد هذيك الفاكهه كامل تجيب الماء تاعها. نحط غير شويه سكر ونعصر عليها القارص، تجيب بنينه تهبل. جربوها البنات. وهنا حبيباتي يكون الفيديو تاع اليوم خلص. ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله نكون خفيفه عليكم. ما تنسونيش البنات بالبارطاج تاع الفيديو مع كل اهلكم واصحابكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو تاني وفي فيديو جديد.